وتسمع بهذه الطريقة. يقول في الأول: الله أكبر الله أكبر. ثم يكررها للمرة الثانية. يقول: الله أكبر الله أكبر، إلى أن يصل إلى حي على الفلاح وحي على الفلاح الثاني. يقول حتى نختصر. يقول في الأولى: حي على الفلاح. والثاني يكون فيها مد أطول شوي. يقول: حي على الفلاح، حتى يخرج من الأذان. يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. تبقى لحظات في المسجد الحرام، وترى الناس وجموع المصلين تزدلف وتجتمع نحو الكعبة المشرفة وفي ساحات المسجد الحرام، إلى أن تسمع الشيخ مرة أخرى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس يقيم الصلاة، ويقيمها بهذه الطريقة. ولما يبدأ في الإقامة ترى الناس تقوم لأجل الصلاة ومن أجل الاصطفاف وتسوية صفوفها، ويقول على هذا النحو في الإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بعد نهاية الإقامة للشيخ علي أحمد ملا تسمع فضيلة الشيخ يقول في مكبر الصوت للناس: استووا واعتدلوا، ويقولها بهذه الطريقة. يقول: استووا استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول. ثم يكبر تكبيرة الإحرام، والمبلغ أي الشيخ علي أحمد ملا مرة أخرى يبلغ ويسمع خلفه. يقول الشيخ سديس على هذا النحو: الله أكبر الله أكبر. ثم يقرأ الفاتحة فضيلة الشيخ السديس. يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم يقرأ سورة بعدها صغيرة خاصة في صلاة المغرب، ويقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر. ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويقولها بهذه الطريقة: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، إلى أن يصل إلى سجدة التشهد الأخير، وتكون فيها طريقة النغمة وطريقة الصيغة للمؤذن وللإمام تكون مختلفة، حتى يعلم ويخبر المسبوق على أنه
في هذه فترة التشهد. يقول في قبل السجود للتشهد للسجدة الأخيرة يقول الله أكبر. الشيخ ملا يقول الله أكبر بهذه الطريقة خفيفة. لما يقوم من السجود للتشهد يقول الله أكبر الله أكبر. بعد التشهد يسلم تسليم خروج من الصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كشف القارئ ياسين كسوان عن موهبة فريدة جعلته يلقب لدى جمهوره في المغرب بسديس المغرب، والمقصود طبعا الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي الشريف، والذي يتقن ياسين كسوان تقليد آدائه في التلاوة حدود الإتقان، وهو المجال الذي برع فيه إضافة إلى قدرته على تقليد كبار القراء في العالم الإسلامي. يتولى القارئ ياسين كسوان إضافة إلى عمله كإمام وخطيب مهمة الوعظ والإرشاد في مساجد المملكة المغربية، كما يعمل على تحفيظ القرآن الكريم للناشئة ضمن الحلقات القرآنية التي يقيمها في عدد من المساجد، وهو إلى ذلك يواصل مساره الأكاديمي في الدراسات العليا بمدينة العرفان في الرباط. من بين القراء الذين قلدتهم بخلاف منهم أئمة الحرمين، ومنهم من ليسوا أئمة للمسجد الحرام، منهم مغاربة ومنهم مصريين ومنهم جزائريين وموريتانيين، كثير من المقرئين. أعطيك نبذة من المسجد الحرام. نجد بعد الشيخ السديس نجد فضيلة الشيخ سعود الشريم، لأن كلما ذكرنا السديس إلا ونذكر معه الشريم الذين جمعتهم سجادة الحرام حوالي ربع قرن. الشيخ الشريم يمتاز بهذه القراءة، يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة هكذا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. منهم فضيلة الشيخ كذلك ماهر بن حمد المعيقري يقرأ بهذه الصيغة يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نجد فضيلة الشيخ ياسر بن راشد الدوسري الذي عين كذلك إماما رمضان الفارط في الحرم المكي الشريف إماما لصلاة التراويح، يقرأ بهذه الصيغة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعود إلى قدامى الأئمة في الحرم المكي الشريف والأيام التي كنت أحفظ فيها القرآن. كنت مواظبا على استماعي لصلاة العشاء في المسجد الحرام، ومن أكثر الأئمة الذين كانوا يحضرون في صلاة العشاء نجد فضيلة الشيخ محمد السبيل رحمة الله عليه الذي توفي سنة 2012 رحمة الله عليه. كانت لديه قراءة متميزة
وهو صعب في التقليد، لكن بكثرة استماعي له وحبي له فقلدته. وإلى الآن لم أجد شخصا، ربما قد يكون وأنا لا أعرفه، لم أجد شخصا يقلد هذا الشيخ أو يحذو حذوه في القراءة أو يعرفه حتى المعرفة، إلا قليل من يعرف هذا الشيخ، لكنه يمتاز بقراءة كانت قراءة تقريبا سعودية في الأصل، وقراءة ما شاء الله لديها طابع كانت مخصوصة ويتميز بها هذا الشيخ في الحرم المكي الشريف. فبعد قراءته في صلاة الفاتحة يقول بهذه الطريقة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا الشيخ محمد السبيل كانت لديه هذه القراءة، والناس القدامى في الحرم المكي الشريف لما يستمعون لهذه الآية تذكرهم بأيام هذا الشيخ وبأيام كذلك. فكلما يكون التذكير في القراءة أو تذكير في زمن معين إلا ويحس الإنسان براحة باطنية في جوارحه وفي في داخله وفي فؤاده. أما بالنسبة للقراء المغاربة فأنا أضعهم فوق رأسي، والحمد لله على أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذا البلد في ظل هذه القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعزه في هذا الوقت الراهن وفي هذه السنوات الأخيرة، لا أقول سنوات الأخيرة لكن سنوات عديدة، أن الله سبحانه وتعالى ميز هذا البلد حفظه الله من كل سوء ومكروه بقراء تميزوا في قراءتهم وفي تضلعهم في علوم التجويد وفي علم المقامات الصوتية، إلى أن وصلوا إلى أعلى المراتب ونالوا أعلى الدرجات في المسابقات وحازوا وتوجوا من الفائزين الأوائل في المسابقات، لا أقول المحلية الوطنية بل العالمية خارج المملكة المغربية. من بين القراء المشهورين لدينا في المغرب والذين نعتز بهم ونحمد الله عليهم ونسأل الله أن يديم لهم في هذه النعمة وأن يطيل لهم في عمرهم ويديم عليهم نعمة الصحة والعافية ويلبسهم لباس السلامة، فضيلة الشيخ القارئ الأستاذ العيون الكوشي إمام مسجد الأندلس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، يقرأ بهذه الصيغة يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ثم نجد فضيلة الشيخ إمام مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء كذلك القارئ عمر القزابري يقرأ بهذه الطريقة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم كذلك هناك صيغة معروف بها أهل المغرب حتى لا ننساها، والتي يعتز بها المغاربة جميعهم كبيرهم وصغيرهم، ولا تجد أي مغربي لا يسمع هذه القراءة ويقول لك لا يعرفها أو لا يعرف من تنتسب إليه. تنتسب لفضيلة المرحوم عبد الرحمن بن موسى أو الشيخ عبد الحميد حسين، فهؤلاء هم كوكبة ونجوم القراءة المغربية. أعطيكم نبذة على القراءة المغربية. القراءة المغربية فيها أنماط كثيرة حسب المقامات، وهناك قراءة مغربية تكون مثقلة، وهنا قراءة مغربية مسترسلة. نأخذ على كلا النمطين وعلى كلا الصيغتين وعلى كلا الطريقتين. في الطريقة الأولى التي كان يقرأ بها الشيخ عبد الرحمن بن موسى، الطريقة المثقلة بهذه الصيغة، نجد يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه النمط الأول للطريقة المثقلة. أما نجد القراءة المسترسلة وكما نقرأ بها واعتدنا عليها في قراءة التراويح بشكل الحدر، تجد بهذه الطريقة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المواهب الفنية التي يتمتع بها القارئ ياسين كسوان وقدرته الكبيرة على إتقان فنون الأداء في التلاوات القرآنية بمختلف الصيغ ومن مختلف المدارس جعلته من أشهر القراء المغاربة ممن تتم استضافتهم بشكل مستمر في المناسبات الرسمية والأهلية ليكون موهبة مثيرة للكثير من الجدل، حيث يتداول الجمهور على نطاق واسع تلاوته وتقليده لكبار القراء.